مش عايزه تتعلمي؟ اخدمي بقى، اخدمي اخدمي، يلا شفطي لي هنا. يلا الجزئيه دي عايزاه تشفطي بس اللي بتاع السوداني ده. يلا حبيبتي، وهنا يلا، وهنا ووراكي وتحت الكنب. يلا يا حبيبتي، مفيش تعليم في خدمه طالما مش عايزه تذاكري. يلا سيب. اول حاجه لما تكتبني تشيل ايدك من جيبك ولا عايز بص يا امي شخصنة وهكبرها وتشتويك وتزين. يلا رقصوا ارقص يا سليم. اشتري ده يا استاذ، بصلي. يلا يا سليم ارقص. هو ليه محسسني بيغني على الحليب؟ بعمل خير وياك ويا عيرة لبيت يا عداوة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عيد ميلاد سليم باشا مصري. خد يا بنتي حطي دول على الرخام. هنعمل ايه بقى؟ هدخل دلوقتي هعمل له اكل عشان عيد ميلاد سليم ده بيجي مره في السنه. صح ولا لا يا سليم؟ سليم يا جماعه مصحيني من الساعه 5:30، هم متعودين ان هم يصحوا من المدرسه الساعه 5:30. عيد ميلادي من الساعة 5:30 هو عمال يقوم فيا. قوم يا ماما عشان عيد ميلادي، قوم يا ماما عشان عيد ميلادي. اقول له يا ابني لسه. قوم يا ماما عشان عيد ميلادي. اقول له يا ابني لسه. انزل انزل انزل. بصوا بقى انا جبت له ايه امبارح. اللهم صل على النبي. تعالي قربي يا امي شويه. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه. انا كنت جايبه لسليم تورتايه سبايدر مان عشان هو كان عايز يتصور صوره كده، كان عايز يتصورها. في واحده كانت متواصله معايا ان هي تعمل التورتايه بتاعت سليم من حوالي مثلا شهر او 3 اسابيع، انا معرفش. المهم يا جماعه ان انا نسيت خالص، نسيت خالص بجد ان في حد كان متفق معايا وانا قايله لها كمان على التاريخ. لقيتها بتكلمني الصبح وانا كنت قلت النوجه تعمل لي نوجه كمان، قايله لها الجمعه يا نوجه الجمعه. عملت حسابها على السبت مش الجمعه، وانا عملت الاكل وجبت كل حاجه، مش هينفع الاكل هيبوظ. فنزلت جبت تورتيه من عند اتوال عاديه ورحت جبت له الحاجات دي. قربي يا كده الكاميرا بس يا سليم. بصوا بقى دي نور، انا هدبس نور فيها ان هي تقعد ايه. انتوا مصوريني حلوه اهو. ها خد يا نور ديت تقريبا كذا واحده صح؟ بص دي ده اسمه ايه؟ لا مش ايرون مان، كابتن امريكا. ايه؟ كابتن امريكا. كابتن امريكان. خد يا نور يلا انفخيها. ده بقى ايه؟ ده بقى ايه السلاح بتاعه؟ وده ايه؟ ده السلاح بتاعه. ماشي. ودي ايه؟ ودي ايه؟ بطاطاية. معرفش ايه الحاجات. ماشي. وجبت لسليم رقم 6 عشان هو هيقفل 6 سنين، وجبت له حرف الاس بتاعه. لا وجبت له دول عشان احطهم في قلب التورتايه، وجبت له دي عشان نملاها هنا اهو. اطلعوا بره لحد ما نملاها. لا خش جوه بعد ما نخلص اروح عامله لك ماشي. يلا بصي يا امي هاتيهم علي، هاتي الكاميرا عليها. سليم بص. خد يا امي. يلا ما نخلص. يلا تعالي يلا ننفخ بيهم. يلا انفخيهم بقى. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه اني انا اتبهدلت والله العظيم بموضوع التورته ده زي ما حكيت لكم في المقدمه. المهم نزلت اتوال كده وقعدت ادور على تورتايه يعني اعمل له بيها عيد ميلاده كده. بس ايه الحمد لله ان كان في حاجه كبيره يعني، لكن هما التانيين دول كانوا صغيرين جدا. اللي هما الصغيرين اللي من تحت دول، لقيت اللي من فوق دي عجبتني فهي دي اللي انا جبتها، انما اللي تحت دول صغيرين ما كانش هيكفي يعني. وانا ايه يعني ابويا لو ما جاش ببعت له اخواتي كده يعني، فاهمين؟ انا مش عازمه بس برضه الصغيره دي مش هتكفي. المهم جبت الكبيره دي وخدتها ورجعت بقى على البيت. المهم بقى عملت ايه عملت اكل كده. هعمل الاكل معاكم في 3-4 دقايق كده على طول، مش هطول عليكم عشان نكمل باقي اليوم مع بعض. طبعا يا جماعه يعني اكيد هعمل اكل. انا ما باكلش بس في حد هيجي، امي اخواتي بتاع. ف
اللي هو ايه، انا مش عازمه حد اساسا، حرفيا مش عازمه حد، يعني مننا فينا كده. هي انا قلت لجو تعالى اتغدى، قلت لسيد، جو ما جيش، مراته اللي جت. قلت لسيد تعالى، ما جيش لا هو ولا خطيبته، مع اني قايله له و وبتاع ده، وامي واخواتي، بس مش عازمه حد اصلا يعني. المهم ايه يا جماعه، جبت زي انا كنت نازله قبلها بيوم، جبت بقى، رحت جبت فراخ وجبت بانيه وجبت لحمه مفرومه عشان اعمل ايه بقى اكل. المهم بقى يا جماعه ان الفراخ الوراك كانت كبيره، الراجل اللي عاملها لي جايبها لي بحجم كبير. قلت له خلاص اقسم لي الايه الورك على ايه، على 2 كده، عشان يبقى ايه سهل في السوا يعني. المهم ان انا مسكته كده وجيت طلعت البلانشه دي بتاعت الفراخ. طبعا الورك انا بشيل الحته بتاعت الزفاره اللي بتبقى موجوده دي والجلد الزايد والحته دي يا جماعه ما بحبهاش، حرفيا ما بحبهاش، مع ان انا مش هاكل يعني. انا عشان بس الحلفان كلت دبوس فرخه وعاملاه كده بطريقه معينه يعني. دبوس فرخه خدت صينيه منهم، سويت الفراخ منها من فوق على النار، بعد كده شويتها من تحت، فاهمين؟ دبوس واحد هو اللي انا اكلته، غير كده ما اكلتش حاجه. المهم ايه، جبت بولا دي. طبعا يا جماعه انا جايه اعمل عيد ميلاد سليم، تورته واكل وانا رجيم، ها. انا مش هقول لكم الاخبار ايه غير لما اقول لكم لما اروح لها كمان اسبوع، ما اكمل اسبوع كده، عدى منهم 3 ايام، فاضل 4 ايام. اما اروح لها كمان 4 ايام عشان اعرف بقى انا نزلت قد ايه، وهبقى ايه اقول لكم. الناس اللي بتقول لي شاركينا اليوم بتاعك والكلام ده، انا هعمل لكم فيديو يعني من جلده للجلده كده، مش عايزه بس ايه عشان في ناس ما تزهقش، في ناس مش عايزه. المهم جبت البوله دي وحطيت فيها ايه ليمون كتير وملح ودقيق، وعملتهم بميه كده، ودي بتبقى ايه محلول النقع اللي انا هحط فيه ايه الفراخ. حطيت بقى في الفراخ كده الدقيق يا جماعه، لما بيبقى محطوط بيشيل الدهون والحاجات اللي هي بتبقى في الوراك دي من جوه والكلام ده. المهم حطيتها كده وسبتها تتنقع. بعد كده بقى عملت ايه، جبت البوله دي ورحت ايه حاطه فيها البانيه اللي انا جبته. البانيه يا جماعه كان ب 200 جنيه، والوراك ب 100. قولي كده اتضحك عليا ولا لا، عشان بس ابقى عارفه. الوراك كان الكيلو ب100، والبانيه كان الكيلو ب200. انا مش عارفه اصلا، عشان انا مش يعني مش بجيب فراخ اصلا على طول يعني، انا بجيب لحمه اكتر هي، او لو هجيب فراخ بجيبها فراخ كوكي او ستريبس او الحاجات دي، ما بجيبهاش الا لما بيكون عندي حد بصراحه. لان انا مش عارفين انتوا، بيجي عليا فتره كده اللي هو انا مش عايزه اكل فراخ، مش عايزه اكل لحمه، مثلا ممكن تجي سده من الفراخ، سده من اللحمه كده يعني. المهم عملت محلول للبانيه برضو، وغسلته كده وسبتهم ايه يتنقعوا كده. المهم جبت بقى قطعت بصل كتير في قلب البتاعه دي، وجبت الكبه ورحت ايه حطاها كده في قلب الكبه، وقلت ايه بقى هفرم البصل ده كله عشان خاطر ايه هعمل كذا حاجه. اللهم صل على النبي، عايزه البصل ده كله ايه يتفرم. المهم مسكته كده ورحت ايه فرماه في قلب الكبه. بس الكبه لقيتها عملت صوت عشان البصل كان كتير، رحت قلت لا انا بعد كده مش هطول مش هكتر بصل يعني، عادي ممكن اعملهم على مرتين محدش هيطير يعني. المهم خلصت كده ورحت حاطه البصل اللي اتفرم في قلب ال- الطبق البلاستيك ده، العلبه البلاستيك دي. هنا البصل كان حامي جدا، عصر لي عيني، عصر لي عيني حرفيا كده، عصر لي عيني. المهم ايه، خلصت انا كده البصل، بشيل بقى كل حاجه من مطرحها. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، انا تاني يوم، انا طبعا بعد ما العيد ميلاد ما خلص انا اتقتلت يعني، نوم اتقتلت، لان انا واقفه انا اللي عامله الاكل كله لوحدي، ما حدش عمل معايا حاجه، والعيد ميلاد وكده، وانا واقفه من الصبح. فاللهم صل على النبي، اتقتلت نوم. قلت بقى لما اصحى اروق الشقه بقى واعمل كده. انا غاسله كميه مواعين يا جماعه، وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان انا لما باجي اقف في المطبخ يعني اعمل اكل، انا اي حاجه وسختها انا بغسلها، اي حاجه وسختها بايدي كده بغسلها، عشان خاطر ما تسحمش عليا المطبخ او تكركبه او الكلام ده. وعلى طول كده يبقى على طول اول باول. المواعين بقى التانية دي جت منين؟ دي كانت مواعين الاكل، مواعين الاكل والمواعين اللي اتعمل فيها الاكل بقى، اللي هي الحلل والصواني. المهم يا جماعه عملت هنا، تبلت البانيه. اول حاجه جبت حبه من البصل، حطيت عليهم مرقه دجاج وملح وفلفل اسود وكمون وحطيت البيضتين كمان فيها، يعني حطيت البيض في قلب التتبيله.
ورحت جايبه بقى الكيس اللي هو بيغطي الاكل ده، ورحت بقى مغطيه عشان انا هسيبه في التلاجة شويه عشان ايه ما يكرفش على اي حاجه تانية في التلاجة. المهم بقى باقي البصل بقى عملت فيه ايه، جبت البصل ورحت متبله برضه، حطيت عليه ملح، فلفل اسود، كمون، بهارات، مرقتين دجاج، ايه تاني يا ربي، وزيت وصلصه. كان عايزه احط زبادي بس ايه ما كانش عندي. المهم بقى ايه، طلعت علبه الصلصه اللي انتوا هتشوفوها دي دلوقتي، وقعت على الارض، وقعه وطرطشت على المطبخ، خلتني صوت، وقعدت ان انا سبت اللي في ايدي وقعدت ان انا امسح في المطبخ، امسح في المطبخ، العلبه اللي انتوا شفتوها دي. المهم حطيت بقى زيت. بعد كده بقى رحت ايه، عصرة كل الكلام ده، وتمسكي البصل بايدك تفركيه، ينزل العصارة بتاعته بجد والله العظيم بجد. بحس ان الاكل بيبقى ليه طعم تاني لما البصل يبقى مفروم قوي وانت تاخديه وتنزلي العصارة اللي فيه جامد. المهم خدت حبة كده من التتبيلة، ورحت ايه متبلة الفراخ كده ما بين الجلد وما بين اللحمة، عملت لها أرضية. انا عملت صينيتين فراخ تمام. دي كانت ايه اول صينيه كده. كده بقى رحت جايبه الصينيه التانية، في صينيه هتلاقوها اتبدلت، يعني انا الصينيه البينك اللي انا هجيبها لكم دي دلوقتي، ده انا تبلت فيها الفراخ قدامكم وكنت هسوي فيها والله، بس بعد كده بدلت، حطيتها بقى عشان خاطر اعمل في دي البشاميل. المهم يا جماعه رحت ايه جايبه بقى باقي التتبيله وايه وقعدت اتبل بقى من تحت ومن فوق وما بين الجلد والوراك كده والدبابيس وكده. بس عايزه اقول لكم الفراخ كان طعمها خطير خطير بجد. بس كده. المهم يا جماعه خلصت انا بقى كده وعملت البصل كده ارضيه ودعكت من فوق ومن تحت، والدنيا كانت جميله اهي، تمام وتمام تمام مفيش اي حاجه. بس كده. تعالوا بقى نتنقل على البوتاجاز. وانا لغايه وقتنا هذا لغايه العيد ميلاد ما كنتش غيرت الانبوبه، لان المساعد العماره ما كانش موجود، وانا عندي هنا ما بسمعش صوت حد بتاع انابيب بيعدي او حد، انتوا فاهمين. ف فبتاع ده اللهم صل على النبي، فهو اللي كان بيغيره لي يعني. المهم ان هو كان مسافر بقاله بتاع حوالي 4 5 ايام، فالحمد لله ان في اليوم اللي كنت عامله فيه عيد ميلاد سليم بس جه العصر، كنت انا عملت الاكل كله من فوق على البوتاجاز اللي هو الكهرباء ده. وقلت بقى طب انا هعمل ايه، طيب ال الجلاش والبشاميل دول هسويهم فين؟ قلت ممكن اخلي نور تاخدهم وتوديهم فين في الفرن، اي فرن بتاعت عيش كده تسويهم او حاجه. المهم يا جماعه جبت بقى سمنه على زيت ورحت حطها في قلب الوك دي، ورحت ايه سبتهم يسخنوا، وبعد كده رحت نازله عليهم البصل ده اللي انا ايه هعمل بيه اللحمه، هعصق بيه اللحمه المفرومه. المهم يا جماعه ان انا عايزه اعرفكم بس ان في ناس لما انا جبت البوتاجاز اللي هو الكهرباء ده، ناس قعدت تقول لي اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره والكلام ده. بص هو بينفع ازاي، والله العظيم انا بقالي اسبوع حرفيا ما بعملش اكل غير عليه، اقسم بالله من ساعه ما من قبل ما هو الراجل ما يمشي الانبوبه كانت عندي خلصانه، بعمل الاكل عليه، اسوي عليه اندومي، اغلي عليه لبن، اعمل عليه شاي قهوه، اكل بصوا زي ما انتوا شايفين كده. ف حلو جدا يعني، وسعره عبيط جدا عن الحاجة دي، وبصراحة جميل، بصراحة نفعني. وقلت لو جيت سافرت اخده معايا. شفت ناس في السعودية كانت واخداه معاها، مع اني في الفندق كانوا كاتبين ان ممنوع حد يطبخ او حد يكون جايب بوتاجاز كهرباء او حاجه. المهم يا جماعه عملت ايه اهو، مسكت بقى اللحمه المفرومه عصقتها بعد ما البصل دبل، رحت نازله عليه باللحمه المفرومه، وحطيت بقى عليها ايه ورق لوري وحبهان وفلفل اسود وملح وسنه ومرقه دجاج. محطش كمون على اي لحمه ما احطش كمون بتمررها. المهم هنا عملت ايه، شلت اللحمه المفرومه كانت اتعملت، بعد كده بقى حطيت الحله دي تسخن، واول ما سخنت كده رحت نازله بمعلقه سمنه وسبتها ايه تسخن تمام. ال ال الحله اللي زي دي الكبيره بتاخد وقت في السخونيه شويه على البوتاجاز ده، لان بتبقى اكبر من العين نفسها، انتوا فاهمين. المهم هنا بقى قلت هعمل بشاميل كده سريع. بصوا يا جماعه انا بحط هو المفروض 3 معالق
سمنه قدامهم 3 معالق دقيق، هتحطي معلقه سمنه قدامها معلقه دقيق، معلقتين قدامها معلقتين، 3 قدامهم 3. بس انا بزود معلقه دقيق سنه عن المعتاد. ليه؟ عشان انا بحب البشاميل يكون تقيل، ما بحبش البشاميل يكون خفيف. ده انا ما اعرفش بقى. المهم بقى سبت الدقيق كده يتحمص كده شويه على النار كده. رحت نازله ايه باللبن. بعد ما نزلت باللبن لقيت الكميه مش هتكفي، فرحت ايه لقيت لبن عندي تاني مغلي كان في التلاجة، فرحت ماسكاه. انا هنا كنت بطلعه من التلاجة، ورحت واخداه ورحت ايه نازله عليه باللبن المغلي ده. بس سبت كوبايه، قلت عشان خاطر ايه اعمل بيها الجلاش. انا هعمل طبعا الجلاش مع نفسي لان انا عملته معاكم 3-4 آلاف مره قبل كده. نزلت بقى بفلفل اسود ورشه جوز الطيب، وحطيت برضو رشه جوز الطيب على اللحمه بس رشه صغيره يعني، وحطيت ملح، وحطيت ايه واحده مرقه دجاج بس كده. ورحت ايه مقلبه الايه البشاميل كده، وسبته يتقل مع نفسه كده. كان تقل واتعمل، ورحت شايلاه. حطيت بقى الحله التانية عشان اسلق فيها الايه المكرونه. بصوا الحله دي كنت لسه حطاها، حرفيا لسه حطاها، بس عشان خاطر الحله اصغر من العين فسخنت على طول. المهم ايه هنا الصينيه دي بدلتها بالصينيه الالمونيا التانية بتاعت الفراخ، ورحت جايبه بقى ايه كبشتين بشاميل كده حطيتهم في الارضيه. بعد كده بقى رحت جايبه نص كميه المكرونه ورحت حطها من تحت. بس انا في غلطه عملتها في صينيه المكرونه المره دي، ان المكرونه مش مش كتير. يعني انا اصلا ما بحطش مكرونه كتير، يعني البشاميل بيكون اكتر، اللحمه اكتر، والمكرونه بتكون اقل حاجه. بس المره دي انا عملتها قليله قوي، ما اعرفش ليه، مع ان انا حاطه كيس اللي هو العادي 400 جرام ده، وحطيت حبه تاني من كيس تاني، ما اعرفش كانت قليله معايا ليه المره دي. المهم ان انا حطيت كده اللحمه مفرومه في البتاع ده في الارضيه. بعد كده رحت واخده اللحمه المفرومه. طبعا اللحمه المفرومه دي انا قسمتها نصين، نص في البشاميل ونص في الجلاش. طبعا انا هعمل الجلاش مع نفسي قلتلكوا، لان انا عملته 20 30 40 الف. المهم حطيت اللحمه المفرومه كده اهو. بعد كده بقى رحت ايه حاطه بقى المكرونه من فوق، اللهم صل على النبي. وحطيت انا بقى البشاميل اللي من فوق. بس المكرونه اللي من فوق انا دايما بحط مكرونه من فوق اقل من تحت، بس المره دي كانت اقل بكتير، ما اعرفش ليه. المهم يا جماعه انا طبعا زي ما قلت لكم بس بتقل البشاميل كتير، يعني عشان يبقى الطبقه اللي من فوق اللي انا احطها من فوق دي ما تنزلش كده ما بين المكرونه، وتخلي المكرونه تبقى بارده كده من فوق وتنشف. ما بحبش الحركه دي خالص خالص، ما اعرفش ليه. المهم ايه نزلت البشاميل كده كله وهسويه وهركنه على جنب، غير لما كنت ايه هعمل الانبوبه. هنا بقى الجلاش انا عملته مع نفسي طبعا، عشان الجلاش انا بعمله في الصينيه اللي من فوق اللي هي الطاوله دي، وكلهم كانوا ايه فيهم اكل. فرحت انا ايه عملته في صينيه مدوره وعملته بالطريقه دي، طلع تحفه تحفه. عملته ايه زي البيتزا كده عملته، ورحت حاطه الخليط كده زي ما انتوا متعودين معايا، وسبته يتشرب كده. بقى رحت مدخله كله الفرن. تعالى اوريكم بقى الاكل بعد ما استوى. هنا بقى ايه ادي الجلاش كان لسه طالع من الفرن، بصوا كان قابب كده وايه، عشان حاطه له مرقه دجاج عشان حاطه له بيكنج باودر بس. والفراخ انا عملت ايه سويت 2، واحده في الفرن من اولها لاخرها، ودي اللي هي الالمونيا دي من فوق ومن تحت. سويت من فوق خليتها تاخد غلوه من فوق. بعد كده خدت الشوربه بتاعتها عشان اعمل بيها مكرونه تاني يوم، ودي اللي استوت في الفرن كلها. المهم بس الفراخ كانت خطيره خطيره، الفراخ اللي بالبصل دي تحفه تحفه بجد والله العظيم. المهم يا جماعه والبشاميل برضو عملته كده، بس انا كل حاجه كده كنت بغطيها عشان خاطر ايه كان لسه بدري شويه. بس انا عشان قايمه بدري وعملت الاكل عشان اخلص، محدش اقسم بالله ساعدني ولا عمل معايا. المهم وادي البشاميل، بس انا مش عارفه ليه البشاميل يعني كان المفروض يطلع احسن من كده، معرفش ليه. المهم خلصت كده ورحنا حاطين المفرش ده في الاوضه بتاعه الليفنج وكلنا كلنا وبس. تعالوا بقى اوريكم اللي حصل. خلصنا الاكل وشلنا. بعد كده بقى رحت جايبه التورتيه اللي هي ايه، دخلت طبعا انا خدت شاور وغيرت. بعد كده بقى رحت ايه
طلعت بقى التورتايه. انا ما كنتش جايبه اصلا غير تورتايه وتورتايه وبيبس. انا يا جماعه في موضوع العيد ميلاد ده انا مش بعمل عيد ميلاد كل سنه لعيل من العيال. يعني انا بعمل لكل واحد فيهم واحد والتاني لا، واحد والتاني لا. يعني انا ما عملتش ديكور زي كل مره، ما جبتش ام يوسف تعمل الديكور، ولا جبت حاجات كده زي كل مره. عشان سليم انا عملت له عيد ميلاد كبير المره اللي فاتت، المره دي عيد ميلاد كده. سليم بقى ما عملتلهاش عيد ميلاد السنه اللي فاتت اللي هو ما قفلت 7. هعمل لها شهر 8 الجاي. فانتوا فاهمين اللي هو كده، يعني كل واحد سنه وسنه. المهم ايه، حطيت التورتايه كده وخلاص ومفيش اي حاجه. ما كنتش بيصور، استنى بقى. احنا بنحب ناكل حلويات. فقرة امي، فقرة شروق، فقرة نور. وانا بس انا غيرت بقى هدومي خلاص.